الامتحانات. أيام الامتحانات فترة صعبة من حيث كل حاجة، ما بننامش كويس، فتور جسدي وقلة أكل، وبتبقى منعزل وقاعد لوحدك وبتذاكر وبتسهر بالساعات علشان ربنا يوفقك وتجيب تقدير، وشايل هم كبير قوي، وبتكلم نفسك أصل مش عارف ألم المادة دي، أصل المادة دي صعبة، مش فاهم الجزئية دي، أصل الدكتور ممكن يجيب الجزئية اللي مش قادر أفهمها في الامتحان وسبتها، إلى آخره. أفكار كتير عقلك بيخلقها بيزود لك بيها التوتر عشان تذاكر وتحقق إنجازية في المذاكرة بشكل مطلوب، واللي تكون راضي عنها بعد ما تخلص. هو التوتر مش وحش في الحالة دي عشان كان حافز ليك وخلاك تبدأ، لكن تعال نبص للفترة دي من زاوية تانية. أيام الامتحانات بتبقى ضغط ومشقة لكن مليانة أجور خفية. المادة الصعبة اللي انت بسببها رجعت تصلي قيام الليل من تاني بعد انقطاع طويل، الأذكار اللي بقيت بتقولها طول فترة الامتحانات وكان وانت في طريقك الامتحان، الصداقة اللي انت طلعتها بنية ان ربنا يوفقك، زميلك اللي انت قابلته قبل الامتحان ومكانش فاهم حاجة وانت قررت انت تساعده وتفهمها له، كل ده وغير أجر طلب العلم نفسه. بالرغم من صعوبة فترة الامتحانات بكل ما فيها، لكنها بتوصلنا لنقطة صعب نوصل لها في الأيام العادية اللي قد نكون فيها بعاد كل البعد عن الأجر والثواب. الفترات الصعبة والضغط بتخرج أحسن ما فينا وبنلاقي فيها نفسنا. الفترة دي من الجميل جدا حسن استغلالها، لعلها تكون حبل من الله لوصل المقطوع. إن لله عبادا يحبهم، فإذا رأى ابتعادهم عنه جذبهم بحبال الابتلاء حتى يرجعوا. في كام خطوة كده تقدر تستعين بيهم وقت الامتحانات. أول حاجة تقدر تعملها إنك تختار مادة معينة واللي هتمتحنها خلاص يعتبر. هتبدأ ترتب أمورك، زي إنك تدير وقتك وتقلل خوفك وتوترك من الامتحان، وتواظب على التركيز وتمنع أي مشتتات جنبك وانت بتذاكر. تاني حاجة إنك تعمل ملخصات وتبدأ تكتب أي أفكار تيجي في بالك وتنظمها بناء على قواعد منطقية ومتسلسلة، وده هيساعدك على المذاكرة بطريقة كويسة. تالت حاجة، اشرح لنفسك واستخدم الأمثلة والحكايات ووضع النقط المهمة وانت بتذاكر، واخترع شخصيات بتشرح لها وابدأ بشرح المعلومة، كده هتثبت معاك. رابع حاجة، استعين بالله. خلينا متفقين إن التعامل في الفترة دي بيبقى أمر صعب ومرهق زيادة عن اللزوم، علشان كده في كام حاجة لازم تعملها علشان تعديها بخير وسلامة. أول حاجة، خطط كويس واعمل جدول يناسبك والتزم بيه، ده هيساعدك إنك تبقى منظم أكتر وتبعد عن أي تشويش وزحمة أنت في غنى عنها. تاني حاجة، خد فترات راحة علشان تقدر تحافظ على تركيزك وتتجنب الإرهاق، وحاول إنك تقسم وقت الراحة من 10 ل 15 دقيقة مثلا تفصل فيهم عن جو المذاكرة وبعدين ترجع تاني. تالت حاجة، لازم 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 تنام كويس وتاخد وقتك في النوم بشكل طبيعي. النوم بالشكل ده هيساعدك إنك تمر الفترة دي بأفضل أداء لحين الانتهاء. حاول تنام من 7 ل 8 ساعات كل يوم متواصلين، هيفرق معاك جدا وعن تجربة. كل أكل صحي علشان ده هيساعدك على التركيز والإنتاج في وقت الامتحانات، وتجنب تماما الأطعمة والسكرية والفاست فود، وأحسن لك تبدلها بالفاكهة والمكسرات. خامس حاجة، الفترة دي زي ما اتفقنا إنها صعبة ومرهقة والتوتر مش هيسيبك في حالك، فلازم إنك تخرج نفسك من الجو ده وتتحكم في التوتر بتاعك. في كام حاجة لو عملتها في يومك هتخلي التوتر يقل بشكل ملحوظ، منها إنك تواظب على ورد القرآن والصلاة في ميعادها، وإنك تعمل تمارينك الرياضية في البيت، وإنك تتنفس بعمق. كل ده هيساعدك بأمر الله إنك تتخلص من توترك. سادس حاجة، خليك إيجابي. إنك تكون إيجابي ومش متشائم، ده هيخليك متحمس ومركز قوي في فترة الامتحانات، وركز على نقاط قوتك وإنجازاتك. أقولك على حاجة، افتكر إنك كنت بتطلع من الأوائل في ابتدائي، المهم إنك تفضل متحمس وابعد عن أي كلام سلبي مهما كان. خليك فاكر إن كل شخص بيتعامل مع الأزمة بطريقة مختلفة، المهم إنك أنت اللي تختار طريقتك المناسبة وتلاقي إنتاجية بشكل أفضل. بالتوفيق، دمتم بخير، سلام.